ونعمل احلى استوديوهات. سياده المستشار. قالني. نعم. تصريحات اناسيو النهارده بتقول ايه؟ طيب والله تصريحات اناسيو، انت سمعتني يا كابتن بعد الماتش بتاع اهلي طرابلس لما طلعنا البطوله انا اتكلمت؟ لا. سمعتني بعد ما اتغلبنا من اسمها دي كابش ديت يونايتد او بعد ما اتغلبنا من اتحاد العاصمه انا نطقت؟ لا. ولا قلت حرف. تمام. سبيل هذا التحرش اللي عمله النهارده واخد بالك للاسف الشديد لا مبرر له، وهو الاول لغايه دلوقتي خلي بالك. نعم. انما هو بيحبط العيال. يعني هو بيحبط العيال. ناخد نقطه بقى من الآن. النقطه الاولى ان دي القماشه اللي محدش ساله فيها، مظبوط؟ معايا يا كابتن؟ بسمعك يا فندم والله. لا قول لي ولا يعني لا حضرتك هسمعك وانا ارد عليك. عايزني اجاوبك واحده بواحده. بالظبط. طيب هو قال ده ما عنديش غير دول، انا مش ساحر. بالظبط كده. نعم. القماشه دي هو جه في نص الموسم فكان اللي مختارها مدرب سابق. نعم. خلصنا مندي بقى؟ طيب ماشي. لا عشان ما نخلصش مندي، لا استنى. هو قال لك مش انا المسؤول عن بيع مصطفى فتحي ومش انا المسؤول عن بيع او ترك ستانلي. تمام كلام مظبوط. نعم. انت كنت صبرت كنت هكملك الجزء ده. اتفضل. اولا هو قال لي مصطفى فتحي ده لاعب كسول بشتري. هو اللي قال لك كده؟ يا بيه وانا بكذب؟ اللي اقوله لك اعرف ان انا صادق. لاعب كسول مشيه. ستانلي قال لا 28 مليون كتير. لا الموضوع ده لو احنا عندنا يعني ما كانش بتاعنا. انا مش عايزه. طب انا عايز اسال سؤال، هو مش ستانلي برضه ومصطفى فتحي لعبوا ماتش الاهلي واتغلبنا 2 مع الرافه؟ ولا حصل كده؟ نعم. تاني، مش ستانلي ومصطفى فتحي لعبوا الاثنين واتغلبنا 2-0 مع الرافه؟ 3. مين اللي قال لي رسمي قدام طارق يحيى والجهاز كله مجلس الاداره انا مش عايز باسم شوف له عقد ومش عايز ايمن حفني؟ مش عايز باسم ولا ايمن حفني. تمام. كلامي واضح. انا ما بحبش الكذب والتحرش اللي عمله النهارده ده اللي ملوش لازمه. انا بتحداك، انا عايزك تطلب طارق يحيى المدرب العام بعد ما تقفل معايا. نعم. تمام. اساله قول له انت بقالك 10 ايام مع الناس دي. هل مرتضى منصور كلمكم في المعسكر؟ شافكم؟ يعرف التغيير؟ يعرف التشكيل؟ هسيبكم بعد الماتش. اللي حصل ده قله ادب. ومش هتعدي كده لان ما حدش هيبلطج علينا. لسبب بسيط جدا، انا مديك كل الصلاحيات. وعلى فكره الاجتماع اللي حضر طارق فيه يحيى حضر فيه مدحت وحسين السيد اسالهم. نعم. تمام. قلت له انا مش جايب حد يطفش. انا عندي مستند هنا عايز افسخ العقد بتاعك من غير شرط جزاء افسخه. نعم. انا جايب لك ناس تساعدك. هل تعلم انه ضرب المدرب المساعد بتاعه امبارح وطرده من المعسكر؟ رحله على البرتغال. بتاع الاحمال؟ لا اللي هو بيقعد يحلل ده. بتاع التحليل. اسف بتاع التحليل. وقالوا لي. نعم. بلغوني قلت لهم دي تعليماته ضرب الوقت متعاقد معايا انا. قلت لهم يمشي. خلاص. هل تعلم ان كل ما يقابل العيال يقول لهم انتوا مش بتوع بطولات؟ كل ده احنا متحملينه علشان الفيلم الوهمي بتاع مرتضى بيغير. تمام. وانا اتحدى يا كابتن شوبير، يا ما انتقدت مدربين عندك وعند غيرك، في كلمه طلعت من عندي انتقاد لهذا الرجل من ساعه كده. انا مش شايف فيه مبرر. زي ما قلت لك ده انت. وبعدين نيجي على شيكابالا. انا عايزك بعد ما تقفل تطلب طارق يحيى. نعم. هو طارق اسلام طرده. اسلام جمال. جعفر دولش. نعم. اسلام جمال طردهم. لا تاني طردهم. والولدين جولي البيت انا برضو طردت. قلت له يلا تعليماته. ولما عملت اجتماع مع ليبا وموجود بيشتكوا لي قلت لهم لا هو رئيس الدوله هنا بتاعنا بتاع زمان محدش يشتكي لي. تمام. هل تعلم انه في 4 لعيبه المفروض كانوا يجوا معاه ما هو ميدين 25 او 10 ميدين كام؟ خلي بالك
قالوا له نجيب مسعد ونجيب ناصف ونجيب قال لهم لا. لا نو 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 نو. تمام. طب اللي هو دلوقتي طلبه من شويه عشان يجي له المعسكر. خلاص انا راجل قاعد بتفرج وما بنطقش. وانا عندي بقى المستند اللي افسخ العقد من غير شرط جزائي، بالعكس ادفعه شرط جزائي اللي هو لا ده مستند عندي. تمام. واخد بالك. فالقصه بالنسبه لي مش شرط جزائي، ولا القصه بالنسبه لي ان طارق يحيى جاي يطفشه، بالعكس. بقول لك تاني اقفل معايا واطلب طارق يحيى. وطارق ده مش مدرب صغير، نعم. مدير فني. نعم. قول له يا طارق الراجل اسمه مرتضى ده في القعده، حتى لما جه شيكابالا وانا قلت له شيكابالا كلمني ميدو وقال لي انا عايزه، شيكابالا جالي وعايز يلعب معايا في وادي دجله حتى السنه اعاره. تمام. فانا عندي مبدا اللي عايز يروح اعاره او يتباع شكرا اتفضل. خلاص. وخاصه شيكابالا طلع اتصور مع ميدو اسمه ده سيد. خليني اسالك في موضوع شيكابالا وارجوك يعني جاوبني بصراحه. يعني البعض بيقول انك مش طايق شيكابالا من زمان. ليه شيكابالا ده اصلا لا 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 شيكابالا لا ما تقوليش كده. لا مرتضى منصور. لا شيكابالا بتقول لي مش طايقه. كلامي ما يستحقش منك العصبيه ولا النرفزه. لا بس كده بتقول لي مش طايقه شيكابالا، انا مش طايقه. يا سيدي عندي يا سيدي وماله يا سياده المستشار يا سياده المستشار. هو حد يقدر يفرض عليا؟ انت عارف انا بخاف يا سيدي ما انت يا سيدي جبت البرتغال كل حاجه. لما هرب المؤتمر الصحفي كان نايم في فيلتي فراس يا كابتن يا فندم. انا طلعت هنا هاجمته وانتقدته وحصل حوار بيني وبينك. قلت له مش طايقه ليه؟ طب ليه النهارده الراجل بيسجل هدف وعمل مباراه كويسه؟ لو شيكابالا قال لك انا عايز اقعد في الزمالك هيقعد ولا هيمشي؟ طبعا هيقعد. حلو خلاص اجابه جميل. بص طارق يحيى كان موجود في الجلسه. وقلت ده لو شيكابالا فعلا لان ميدو كلمني بتكلم ميدو اساله شفيق لعب عندي ليه؟ مين هو يا باشا؟ طيب يا راجل انا النهارده ماشي مع الوزير ومع الراوه الناس بتصور معايا انا والناس بتقفل انا. مالهاش علاقه يا استاذ احمد ده مش عايز يعني ده انا روحت في ساعه عشان اروح. طيب خليني يعني انت ليس لديك مانع من استمرار شيكابالا وانه قصه الاعاره دي جت من ميدو بموافقه من شيكابالا. واحده اقول لك ايه، انت معاك تليفون ميدو؟ ما انا ما عنديش وقت بس انا بختم معاك انت الحلقه. لا كلم ميدو قول له يا ميدو انت كلمت الاستاذ مرتضى وقلت له شيكابالا عنده رغبه السنه دي ايه، وخلي بالك شيكابالا ما ظهرش في الزمالك ده بيلعب كل لو انا مش لاقي شيكابالا اقسم بالله العظيم بيلبس كوره في الزمالك. ما انت ما تتدخلش بقى في الجانب الفني. ما هو انا بقول لك اهو لو انا مش طايقه ما ينفعش. لو انا مش طايقه ولا يلبس كوره في نادي الزمالك. طيب الراجل بيلعب كل الماتشات. الخطوه الجايه ايه من النهارده بعد هذه التصريحات اللي انت بتعتبرها تحرش من اناسيو؟ تحرش رياضي تحرش رياضي من اناسيو باداره نادي الزمالك. الخطوه القادمه ايه؟ هيستمر في الخطوه القادمه ان المهندس هاني ابو ريده اسمه الامير تركي جاي دلوقتي عندي في البيت هنا في فرصتهم في اسكندريه والحاج عامر حسين عازمهم هنا. هم دول اللي هياخدوا القرار في ناسيو ولا ايه؟ امال ايه؟ يا عم انت راجل ابو كرم على دماغنا من فوق. عشانهم طالعين. تمام. بص يا كابتن والله العظيم هذا الرجل خد كل الصلاحيات. ماشي. وبقول لك انت لو عندك وقت النهارده او بكره كلم طارق يحيى قول له انت تثق طارق. طبعا الراجل اللي اسمه مرتضى ده عمره من ساعه ما جيت سمعت انه حتى كلمكم في التليفون واخد بالك. الماتش خلص خلاص على فكره. وشيكابالا لما طلع يا ريت لي كنت يعني وانا عمال اسقف له واحييه طالع. نعم تمام لانه جاب جون عالمي وطلع سليم ما كانش مصاب على فكره. نعم لا مصاب. طيب ماشي. لا مش مصاب. هم بلغوني انه مصاب. ماشي اوكي. هم بلغوني انه مصاب. ماشي. ده كابتن احمد من فضلك. نعم. مفيش لقمه ثانيه. مع احترام كل اللعيبه بتوع الزمالك. خلاص مفيش لاعب نجم على رئيس نادي الزمالك اللي موجود دلوقتي. مش هقول لك تاني. نعم. بقول لك تاني انت عندك لو مندوبين كانوا موجودين انا ساعه عشان نروح من التصوير مع الناس. انا الوحيد لما نزلت الملعب حتى الوزير بيقول لي ايه الشعبيه دي والناس عملت تقفل انا. مع احترامي لشيكابالا يعني انا يعني مش هطفيه ليه بقول لك تاني. طيب خلاص يا سيدي والله قبلنا الملف ده حضرتك انت رديت اجابه مقنعه. لا عشان لا انت بتقول كمان انه ما كانش مصاب لما طلع. لا طيب. خد مني انا كان مصاب. طيب عايز اسالك سؤال بقى.
هل من المنطقي ومن البديهي ان كل لا علي صوتك شويه. هل من المنطقي ومن البديهي يتم ضم 10 12 لعيب كل سنه يا سياده المستشار؟ مش شايف ان ده بيأثر وبتجيبوا لعيبه مع كل حبي واحترامي وتقديري ليهم بيمشوا السنه اللي بعدها؟ طب كويس. نعم. يعني انت قلت كلام مهم دلوقتي، سؤال مهم، بس يا ريت بس يدوك وقت شويه. اتفضل يا فندم. بص يا بيه، اسلام جمال واحمد جعفر هو مش عايزهم خالص. ماشي. بالرغم ان ده احسن سيرد باك وده من احسن مهاجمين. بس لو قعدوا هيخلص عليه. تمام؟ ايوكا مشي، ده اللي مشي مصطفى فتحي، ادي 5. خلاص؟ بالنسبه لليمين وبالنسبه للشمال عايز واحد يمشي، واحد يمين وواحد شمال. انا بقول لك الكلام ده اللي قاله في الاجتماع. نعم. لقينا 7. بالنسبه لعلي فتحي مصاب لقينا 8. بالنسبه لريكو هو اللي شايف له دور، هو اللي طلب مني قدام طارق يحيى نعيره لغايه ما يشوف له دور. هم دول اللي ماشيين. نعم. يعني انا كل واحد قول لي طلب يمشي. انا بجيب مين بقى؟ جبت له كاسونكو وسامسونج دون وسيسيه، واخد بالك؟ ادي 1 2. ان شاء الله انا راجع بكره ان شاء الله، عندي مشوار في الجايه كده محترم قاعدين لي بكره الساعه 3 هنخلص بكره داوودة. وانا كلمت السيد محسن صلاح عشان نخلص محمد فاروق النهارده، وبنخلص الشامي محمد الشامي. ما هو برضه ده اعتراضي، ده اعتراضي يا فندم انه العدد كبير، العدد كتير جدا يا فندم. هو اللي طالب. ما انت كلامك انه مش هيكمل. مين قال لك؟ مين قال لك؟ يعني انا فاهمك كويس من غير ما اقول اسماء. انا بفهم ما بين السطور والله العظيم 3 من غير ما اقول اسماء. لما قلت له داوودة ولاعب تاني خلاص باين على الواد اللي عنده قال له اللاعب التاني رقم كام مش عارف ايه، قال لي لا انا عايز ده مش عايز. وحد ما احنا ماشيين وراه. داوودة والله لعيب هايل، داوودة لعيب هايل، وحسين الشحات لعيب هايل، وكلهم لعيبه كويسين، بس في ناس تنجح في الزمالك وناس ما تنجحش، ونفس الامر في الاهلي. بص الموضه الجديده، الموضه الجديده اللاعب يعني انا سمعت قال كانوا بيحللوا كده، واد اسمه عفيف واد بقى بيحلله. قال لك بص ماتش الاهلي قال لك شوف شيكابالا بيتمشى وابراهيم صلاح بيقلش خلاص، وشوف اللاعب ده مش عادش قادر، ده كلامهم بقى بيفتوا. تمام؟ وبعدين الراجل بس ده تشكيله غلط وتغييره غلط. فالولد قال له طب الحل ايه؟ قال له الحل نغير رئيس نادي الزمالك. واخد بالك؟ طب وده علاقته ايه؟ ده علاقته ايه بالتحليل يعني؟ نعم؟ ايه علاقه ده بالتحليل النهارده؟ ما هو انا عايز احتك بيه. يعني ده بقى في الجانب الفني ملوش علاقه، كل الناس لها احترامها عندي، لكنه ايه علاقته بالتحليل؟ كابتن احمد افتح قضيه اقول ان رئيس نادي الزمالك يرحل، دي قضيه، لكنه بالتحليل ملوش علاقه. ده التحرش الاعلامي. نعم. يعني انت بتقول اللعيبه كذا والمدرب كذا بس ماشي رئيس النادي. بص اسوأ شيء في الدنيا ان احنا بقينا في موسم انتخابات، سواء على الاتحادات وانا سامعك بتتكلم عن اتحاد السباحه واتحاد مش عارف ايه. اسوأ شيء في الدنيا ان الانتخابات هتتعمل في هذا الوقت. ده موسم لم الغله يا كابتن. موسم لم الغله. انا طبعا الحمد لله ما عنديش انتخابات، انت عارف الحمد لله بفضل الله وجماله وما عنديش انتخابات. انا بالظبط البرازيل هتلاقي مركز شباب بشر يا عم، ممكن مركز شباب مش عارف ايه يعمل المفاجاه. بالك يعني عشان ما اقولش اي بلد تطلع غلط. طيب يقول لك لكن هو في النهايه عندنا مثل فلاحي بيقول لك لو منافسك نمله ولا تنمله، وانت قلت انت بقى المثل ده قبل كده. قلت المثل ده قبل كده وانا بطمنك. بص بطمنك. لكن انا اللي بيزعلني حاجه واحده يا كابتن. اتفضل. كان في استوديو تحليلي في عند الاخ سيف وقالوا للراجل قالوا نعم تمام، وكان اخر ايمن نويس موجود والاخ حازم امام وميدو. نعم تمام. ثلاثي زملكاوي كبير يعني. نعم ثلاثي زملكاوي كبير يعني. سيبك ميدو قال لك مرتضى يكتسح الانتخابات وكان مش هي دي القضيه يعني. وسيبك من حازم ما قالش حاجه لانه يعني متحفظ. الكابتن ايمن يونس قال كل اللي قاله الراجل ده صح. انا من حقي ارد واوضح ولا مش من حقي؟ اديك بترد عندنا وانا وسيف واحد يعني، سيف زاهر ولا سيف واحد الشخصيات الجميله الحلوه سيف زاهر، وانا عارف انت بتحبه يعني. فاعتبرها يعني طيب ايه رايك؟ يعني على العموم انا برد عندك. نعم. الناس بتشوفك. نعم. واخد بالك وبيتكتب من اللي انا بقوله على المواقع كلها وينزل في الصحف. حاجات كتير قلتها وبتنزل. نعم. اللي انا بقوله البطوله العربيه اللي احنا فيها دي اول حاجه الهدف الرئيسي منها اللي هو الدول العربيه 10 دول بنشوف من